امبارح كنت شغال على بروجكت ليه دعوه بالحرايق، ازاي نطفي الحرايق، وامبارح وصلت لنتيجه خطيره وحبيت اقولها لكم. طيب، الحرايق الاول بتحصل ليه؟ بتحصل عشان في حراره وفي اكسجين وفي اسمه ايه ده، وفي حاجه بتتحرق. اوكي، طيب لو الثلاثه دول اتجمعوا معنى كده ان في حريقه هتحصل. هو ده اسمه المثلث. اوكي، هم بيدرسوه بالطريقه دي. طيب، الدنيا كلها ماشيه ازاي؟ ان هم يقللوا الحراره على قد ما يقدروا، فمش هيحصل كومبشن، فخلاص خلصنا. طيب انا كنت قلت اما هشتغل بطريقه تانية، ازاي؟ ان انا اسحب الاكسجين. طب هل ده ينفع؟ الاول في حاجه اسمها تشاركول. التشاركول ده شغلته ان هو بيسحب الاكسجين. هل بيتفاعل معاه؟ لا، ما بيتفاعلش معاه خالص خالص. طيب، فقلت في الاول طب ما نجيب كرات تشاركول كبيره ونرميها بوزيشن جنب الحرائق بحيث ان هي تسحب الاكسجين فالحرائق دي تطفي. فاما قلت كده للاي اي قال لي لا مش هينفع، لانها مش هتبقى قويه انف وهتبقى صعبه والكلام ده كله. طيب قلت له طيب ايه الحاجات اللي بتتفاعل مع الاكسجين؟ فطلعنا لسته طويله طبعا معظمها عارفها. طيب بس في حاجه شدتني، الحديد. طيب دي بقى كيمياء ثالثه اعدادي، يعني مش حاجه صعبه. اوكي، الحديد بيعمل ايه؟ بيرست. يعني ايه بيصدي؟ يعني بيصدي ازاي؟ في عمليه الصدى دي كلنا خدنا الايكويشن بتاعتها في كيمياء ثالثه اعدادي او اولى ثانوي، هتلاقيها معروفه. بس مشكلتها ان هي بتاخد وقت طويل. بس احنا لو رحنا الساحل الحاجات بتصدي اسرع. ايه ده؟ طب بتصدي اسرع ليه؟ طيب عشان في ملح. ايه ده؟ يعني في حاجه اسمها كاتاليست. كاتاليست ده يعني عشان يخلي معادله كيميائيه تشتغل اسرع. طيب كويس قوي. طب قلت طب ما تعالى نسرعها اكتر. ازاي؟ ان انت تاخد الايرون الحديد مبشور. لو بشرته تحت ال5 ملي نانومتر هيبقى مبشور جدا. وفي نفس الوقت هتجيب التشاركول اللي احنا كنا بنقول عليه بيلم الاكسجين، هنحط منه 5 جرام. في 20 جرام ايرون و5 جرام تشاركول، وفي حبه حاجات تانية صغيره هتلاقوها في المصادر. وهخلي الاي اي برضو يكمل شرح بعديه عشان هو شرح الموضوع احسن مني. اوكي، لو حطيت الثلاثه دول مع بعض ورجيتهم وبعد كده بسبرينكل، دول يقدروا بالمقادير اللي انا بقولها لك والباقي ميه طبعا، يقدروا يسحبوا 11 لتر اكسجين من الجو. طيب ده ال 100 مللي منها يسحب 11 لتر اكسجين من الجو. الاكسبيرمنتس معموله ومحسوبه ازاي وتقدروا تشوفوها بالمولز والماسز والكلام ده كله. طب ما بالطريقه دي انا لو غيرت البامبرز بتاعت السبرينكلز بتاعت يعني لو غيرت الميه اللي بتخش الحاجات اللي هي في المباني اللي هي بتطفي الحريق ده، خلاص انا كده اي حاجه هتتطفى بسهوله. طب هو البتاع ده بيشتغل في قد ايه؟ ده سؤال مهم جدا. هو ده هيقعد ساعه ولا ساعتين عقبال ما يطفي؟ من 5 ل 10 ثواني. الرياكشن بيحصل، الرست بيحصل من 5 ل 10 ثواني. طب هل بيطلع فيومز تضر بالناس او اي حاجه بعديها؟ خالص، بيطلع ووتر فيبر وعمليه الاكسيديشن. طب هل دي تنفسها خطر؟ ما تتنفسهاش دايركت، بس يعني لا مش خطر، مش هيحصل لك حاجه، لان كل البرودكتس الباي برودكتس بتاعت الاكسبيرمنت دي بتبقى حاجه اسمها باي ديجريدبل، يعني اصلا بتروح لوحدها. طيب هل في حد عمل الاكسبيرمنت الحاجه دي قبل كده؟ ولا اي حد حاول فيها قبل كده. سالت الاي اي وقعدنا ندور مع بعض اساسا اونلاين على اي حد اشتغل بالطريقه دي. طيب هو زود لي حبه حاجات، زود لي حاجه اسمها جليسرين، وزود لي حاجه كمان قال لي دول عشان يخلوا الاسطح ستيكي. ليه؟ لان احنا دلوقتي بعد ما هترش البتاع ده هيحصل ايه؟ لا ده هيعمل كمان اللاير دي بحيث ان الاكسجين ما يطلعش. طب هو احنا اصلا بنعمل ايه؟ الفكره كلها ان انا اقلل الاكسجين في الجو من 21%. انا عاوز اقلله لدرجه ان عمليه الحرق ما تحصلش وبسرعه جدا. هو ده كان الهدف. طيب انا ايه اللي بعمله؟ المسحوق اللي انا عامله ده عباره عن التشاركول ده بيسحب الاكسجين، والايرون الحديد بيتفاعل معاه مع ملح مع ميه. ده كله سوليوشن بترش. هتلاقي الايه في اقل من 5 ل 10 ثواني لازم الرياكشن يكون خلص. لو ما خلصش لازم تزود، يبقى معنى كده ان لسه في اكسجين اكتر من كده. في اول رشه بيسحب من ال 10 مللي يقدروا يسحبوا 11 لتر اكسجين. تقدر تحسب قد ايه يشيلوا قد ايه دول ال 100 مللي. 100 مللي دي ولا حاجه، فاهمني؟ 2 لتر يطفوا عربيه. اوكي، يطفوا عربيه بتولع. اوكي، وده محسوبه وهتلاقوا الاكزامبل ده هو كمان حاسبه عشان كنت عاوز افهم دول يطفوا قد ايه، ياخدوا اكسجين قد ايه، فيعملوا ايه. وفي نفس الوقت بتكبت الاكسجين ان هو يطلع. خلاص مفيش اي كومبشن، اللي حصل مفيش حاجه هتتسرب. وده بيهدي الدنيا بسرعه جدا. البروجكت ده انا شايف انه سهل، وفي نفس الوقت ليه بنفيتس كتيره، لان انت ممكن تعمله علب. فقلت طب اما اشوف الجانب المادي بتاعه.
العلبه تقدر تعملها ب7 جنيه ونص بالماتيريال بالتصنيع بكل الكلام ده كله. في الماس برودكشن تقدر تنزل ل 2 جنيه ونص، دي العلبه اللي هي 100 مللي. طبعا ممكن في الاخر نحتاج ان احنا نعملها لتر عشان تكفي اكتر، اوكي مثلا، وهي دي اللي هتتباع، ما اعرفش هتبقى عامله ازاي. بلس بتشتغل مع المولز والكلام ده كله، كل ده خلاص الحرائق قلت. قلت طب ما نعمل حاجه اسمها بريفنشن للحريق. يعني ايه؟ قلت دلوقتي طب ما الحريق بيمشي من مكان لمكان في اي مبنى ازاي؟ بيمشي بالاكسجين، ورا الاكسجين والحاجات اللي بتتحرق، هو ده طريقه. طيب يعني انا لو عملت مكان زودت فيه الكومباوند ده على قد ما اقدر، هعمل منطقه اولموست عازله للاكسجين، مش 100% بس هتبقى فيها 2 3% اكسجين. فمهما كانت الحريقه قويه صعب قوي تعدي البارير ده، كاني عملت لها حيطه من غير ما اعمل لها اي حاجه. طب قلت طب ما انا ازود برضو اكتر، ما انا عند السيرفر رومز والحاجات المهمه جدا ابقى ببخ بخات صغيره، ودي برضو اتحسبت، دي اتعمل لها سيميوليشن عشان الموضوع ما كنتش عارف احسبه الصراحه. بخات هيبقى كل 20 دقيقه، البخات دي بتقلل الليفل بتاع الاكسجين من 21% يخليه مثلا 12 13%. ال 12 13% في لعيبه كوره بتلعب في جو فيه اكسجين اقل من كده، فما فيهاش حاجه، الناس هتعيش عادي. بس في السيرفر روم تبقى كده اقل بكتير قوي احتماليه نشاه حريق هناك. ولو الحريق اتنشأ في اي حته تانية بالكمبيوتر، نزل هنا تبقى بلوكيت الحريق ان هو يتحرك من مكان لمكان. وده لو ما فيهوش فوقيه سبرينكلز، لو في فوقيه خلاص هو طفى اصلا. فده المشروع هزود عليه راي الاي اي. هو انا تراجع دلوقتي بتشات جي بي تي وديب سيك وجوجل نوت بوك الم. جوجل نوت بوك الم عملت بيه الساوند كليب اللي انتوا هتسمعوه بعد الفيديو ده، هركبه عليه تقعدوا تسمعوا رايهم هم بيتكلموا. ده انا مش بتدخل فيه، مش بحط اي انبوت فيه، هو زي ما هو. في واحد عربي وواحد انجلش، انا احط العربي، الانجليش لحد عاوزه ممكن ابعته له على طول دايركت عشان بيبقى اطول. يلا شكرا، وقولوا لي ايه رايكم. النهاردة هنبص على فكرة يعني لفتت نظرنا في المصادر اللي معانا، طريقة جديدة خالص لإطفاء الحرائق. هي مش بس بالمياه زي العادي. لا، دي خلطة كده هدفها الأساسي إنها تخنق النار، تسحب الأكسجين اللي حواليها. بالظبط، هي فكرة قايمة على الرذاذ أو الضباب اللي يغطي الحريقة ويمتص الأكسجين ده. تمام. ما هو مثلث الحريق المعروف: وقود، حرارة، وطبعا أكسجين. فلو قدرنا نشيل الأكسجين من المعادلة دي، النار ببساطة هتنطفي. الطريقة المقترحة هنا يعني بتشتغل على النقطة دي مباشرة. المفاجأة إن المكونات بصراحة تبدو بسيطة جدا: مياه، بودرة حديد، ملح طعام عادي، وشوية فحم نشط. فعلا، الفكرة إن خلطهم بنسب معينة يعمل حاجة زي رذاذ خانق للحريق. طب خلينا نفهم بقى إزاي التركيبة دي بتشتغل مع بعضها. تمام، بص، المية هنا دورها مزدوج، أكيد بتبرد وده مهم. طبعا التبييض أساسي. والأهم كمان إنها الوسيط اللي هو اللي بينقل باقي المكونات دي ويوصلها للنار نفسها. ماشي. لكن الجزء الأساسي في الفكرة، يعني القلب بتاعها، هو بودرة الحديد مع الملح. الحديد ده غريب شوية، بيعمل إيه الحديد في الحريقة؟ هو ده بقى الابتكار. الحديد بيتفاعل كيميائياً بشكل مباشر مع الأكسجين، بيحصل أكسدة سريعة جداً. أكسدة؟ زي الصدأ يعني؟ زي الصدأ بالظبط، بس بيحصل في ثواني بدل سنين طويلة. التفاعل الكيميائي ده بيستهلك الأكسجين اللي في الهواء حوالين النار. بيسحبوا من الجو. بالظبط. والملح هنا دوره مهم قوي، هو زي عامل مساعد كده، بيسرع التفاعل ده بشكل كبير جدا، كأنك بتدوس بنزين لعملية سحب الأكسجين دي. فهمتك. طيب والفحم النشط إيه دوره في الموضوع ده؟ الفحم النشط هنا بيلعب دور تاني خالص، بس بيكمل الصورة. هو مش بيتفاعل كيميائي زي الحديد، أمال إيه؟ لا، هو بسبب مساحة سطحه الكبيرة قوي بيشتغل زي الإسفنجة بس للغازات. بيمتص، خلي بالك من كلمة يمتص دي، مش يتفاعل، بيمتص جزيئات الأكسجين اللي ممكن تكون لسه فاضلة. يعني امتصاص فيزيائي مش تفاعل كيميائي. بالظبط كده، وكمان بيساعد على امتصاص شوية من الدخان والغازات اللي طالعة من الحريق. فالتركيبة دي كده بتهاجم النار من ناحيتين: سحب كيميائي للأكسجين بالحديد، وامتصاص فيزيائي بالفحم النشط. يا سلام، طريقة مزدوجة المفعول بمواد بسيطة جدا. بس استني، المواد دي أكيد مش بتدوب في المية، يعني الحديد والفحم دول بودرة. دي نقطة مهمة قوي والمصادر اتكلمت فيها. المنتج النهائي ده مش محلول، هو معلق، يعني suspension. معلق يعني ممكن يترسب تحت. بالظبط كده، البودرة دي متوزعة في الماء ومع الوقت ممكن تترسب.
الحلول المقترحة في المصادر بتشمل كذا حاجة. أولاً استخدام بودرة ناعمة جداً، يعني حجمها مايكروني، تمام. وممكن إضافة نسبة بسيطة قوي من مادة مثبتة زي مثلاً صمغ الزنثن علشان تفضل البودرة معلقة أطول فترة ممكنة. وطبعا لازم الواحد يرج العبوة كويس قبل ما يستعملها. أكيد رج العبوة ده أساسي. وكمان تصميم البخاخ نفسه، الفتحة بتاعته تكون واسعة شوية عشان تتعامل مع المعلق ده. مفهوم. طيب نيجي للفعالية بقى. هل شوية الرذاذ دول فعلا كافيين يطفوا حريقة؟ الحسابات اللي في المصادر بتقول إن التركيبة دي واعدة جدا من ناحية الفعالية، ودي يعني قدروا إن كمية صغيرة نسبيا زي عبوة 100 ملي بالتركيز الأمثل المقترح ممكن تسحب كمية أكسجين ملحوظة قوي. كمية قد إيه مثلا؟ حوالي 11 لتر أكسجين من عبوة 100 ملي، ووده مثال لحريقة صغيرة زي مثلا سلة مهملات حجمها ربع متر مكعب كده. مم. دي ممكن تحتاج حوالي عبوتين يعني 200 ملي علشان تخمدها بسرعة في خلال 5 ل 10 ثواني. الفكرة هي تخفيض نسبة الأكسجين في المنطقة لأقل من 10%، وده مستوى النار متقدرش تستمر فيه. أقل من 10% ده رقم قليل جدا مقارنة بال21% الطبيعية. ده يفتح الباب لتطبيقات كتيرة قوي. أكيد طبعا. ممكن نتخيلها بقى كطفاية حريق صغيرة في الجيب أو للعربية والمطبخ، صح. أو عبوات أكبر شوية للاستخدام في البيت، وممكن توصل لأنظمة أكبر لرجال الإطفاء نفسهم زي بخاخات الظهر دي. أو حتى تتركب على درونز. بالظبط، لمكافحة الحرائق في الأماكن الصعبة زي الغابات مثلا. طب نقطة مهمة دايما بنتكلم فيها، الأمان. هل الخلطة دي آمنة وقت الاستخدام؟ يعني مفيش أبخرة سامة مثلا؟ والأثر البيئي؟ البحث اللي استعرضناه بيقول إنها آمنة بشكل كبير. التفاعل الأساسي بتاع الحديد والأكسجين بينتج أكسيد حديد اللي هو الصدأ العادي. الصدأ ده مادة صلبة وغير سامة. تماماً. والمكونات التانية اللي هي المياه والملح والفحم النشط هي في حد ذاتها مش خطرة ومش بتنتج أي أبخرة سامة. ده بالعكس، بخار المياه اللي بيطلع بيساعد كمان في التبريد والخنق. والخلطة نفسها مش قابلة للاشتعال؟ لا طبعاً، هي رطبة طول الوقت. الخطر الوحيد وده نادر قوي لو بودرة الحديد أو الفحم كانت جافة ومنتشرة في الهواء لوحدها، لكن وجود المياه في الرذاذ بيمنع ده تماماً. طيب والاستنشاق؟ لو حد استنشق الرذاذ ده بالغلط؟ هو يفضل طبعاً تجنب استنشاقه بشكل مباشر وكثيف. أي بودرة ناعمة ممكن تسبب تهيج بسيط في الجهاز التنفسي أو العين لو دخلت فيها مباشرة، بس بشكل عام المخاطر تعتبر محدودة جدا. ومن الناحية البيئية؟ المكونات كلها تعتبر صديقة للبيئة ومحايدة: حديد، كربون، ملح، مياه. يعني المخلفات اللي بتفضل بعد الحريق هي مجرد صدأ وفحم، ودي حاجات سهلة التنظيف نسبيا ومش بتلوث التربة أو المياه بالكميات اللي بنستخدمها في الإطفاء. والأجمل بقى إن المصادر حسبت تكلفة مبدئية لإنتاج عبوة 100 ملي هنا في مصر. طلعت كام؟ حوالي 7 جنيه ونص مصري كتكلفة مواد خام وإنتاج، والسعر المقترح للمستهلك ممكن يكون في حدود 20 جنيه. وطبعا التكلفة دي هتقل بكتير مع الإنتاج بكميات كبيرة. ده كلام ممتاز. يعني الخلاصة إننا قدام فكرة مبشرة جدا: وسيلة إطفاء جديدة بتعتمد على مواد رخيصة ومتوفرة وآمنة على البيئة. وبتجمع بين التبريد بالمياه وسحب الأكسجين بطريقتين كيميائية وفيزيائية في نفس الوقت. بالظبط، تبدو فعلا قابلة للتطوير والتوسع بشكل كبير. وده الصراحة بيخلينا نفكر في سؤال أخير كده للمستمعين. هل ممكن نفس المبدأ ده اللي هو استخدام مواد بتمتص الأكسجين بكفاءة يتطبق بشكل مختلف؟ يعني هل ممكن نستخدمه في عمل حواجز وقائية من الحريق مش بس للإطفاء؟ تقصد نظام يمنع الحريق أصلا؟ حاجة زي كده، نظام يحافظ على مستوى أكسجين منخفض في أماكن حساسة زي مثلا غرف السيرفرات أو الأرشيف بشكل شبه دائم علشان يمنع انتشار النار من الأساس. مجرد فكرة كده تستحق التأمل.